كتبوا التاريخ، إنهم صنعوا المجد، إنهم عانقوا الذهب، إنهم يقفون على المنصة التي يجب أن يقفوا عليها دائما، مكانهم المفضل. الظروف فقط من أبعدتهم، الظروف فقط من منعتهم، الظروف فقط من حرمتهم، لكنهم لا يستسلمون أبدا، لا ينكسرون أبدا، لا يقفون أبدا، لا ييأسون أبدا، يستمرون ويعودون. الآن يقبلون هذه الكأس ويحتفلون بلقب رابع في تاريخ الكرة العراقية. منذ أكثر من 30 سنة كان اللقب الأخير في 88 في خليج 9 في المملكة. احسب كم مرة من السنوات، احسب كم مرة من الأجيال، احسب كم طاف من البطولات، احسب كم ضاعت من النهائيات، احسب كم راحت وفلتت بعض الألقاب، لكنها تعود مرة أخرى للعراق. يستضيفونها ولا يكتفون، بل يفوزون بلقب سيظل في ذاكرتهم، بسيناريو مجنون، بلحظات تاريخية، بمباراة أسطورية في أشواطها الإضافية. الله على كرة كانت بالتأكيد من جانب المنتخب العراقي، وعلى جنون كان من المنتخب العماني في هذه الليلة الكبيرة جدا في نهائي بطولة كأس الخليج. تستمر مشاهدينا متابعينا مراسم التتويج، تستمر حتى الآن اللحظات التي نقترب فيها بالتأكيد من لحظة رفع الكأس المرتقبة والمنتظرة. الكلمات أيضا من رئيس مجلس الوزراء. كل نجوم المنتخب العراقي بالميدالية الذهبية إعلانا عن تتويجهم بالنجمة الرابعة. يتفضل رئيس مجلس الوزراء دولة السيد محمد الشاه السوداني لتسليم كأس البطولة لقائد المنتخب العراقي. في هذه اللحظات الآن سيقترب بالتأكيد قائد البطولة، وهنا جلال حسن كابتن المنتخب العراقي يتسلم كأس الخليج من قبل رئيس مجلس الوزراء بانتظار أن يرفعه بالتأكيد معلنا بطولة كأس الخليج الرابعة. الآن اذهب، الآن اذهب إلى المنتخب، الآن ارفع هذه الكأس كما يجب، احتفل بالكأس كما يجب. العراق بطلا لخليج 25 للمرة الرابعة في تاريخ أسود الرافدين. ارفعها يا جلال، ارفعها يا يونس.